تعتبر التشكيلات الجوية وحدة من الوحدات الخاصة للدرك الوطني، أنشئت عام 1989. بشرت هذه الأخيرة عملها بطائرات مروحية روسية الصنع التي كان لها الفضل في تعقب آثار الإرهاب، لتقتني فيما بعد طائرات مروحية خفيفة من طراز إيكوراي الفرنسية الصنع التي تستعمل أساسا لمهام الشرطة والإسعاف، حيث تمتاز بتكنولوجيا متطورة باعتبارها مزودة بمحركين للمزيد من الآمان أثناء الطيران خاصة في المناطق العمرانية. تشارك التشكيلات الجوية في تنفيذ مهام الدرك الوطني بما فيها الشرطة الإدارية والقضائية، بالإضافة إلى تأدية مهام النجدة والإسعاف. منذ حوالي عقدين من الزمن يستخدم سلاح الدرك الوطني في تأدية المهام المنوطة به وسيلة جد متطورة تتمثل في الطائرة العمودية، حيث تكلف التشكيلات الجوية للدرك الوطني على وجه الخصوص بمهام المراقبة والإسعاف، وتساعد أيضا في البحث عن الأشخاص في إطار الشرطة القضائية، كما تكلف بمهام حفظ النظام واستتبابه، ويمكن أن تكلف أيضا في مجال التدخل بحمل الوحدات بواسطة الطائرات العمودية. على المستوى المركزي قسم التشكيلات الجوية الذي يطلع بمهام التسيير ومتابعة نشاط الوحدات الجوية، أما على المستوى الجهوي سرايا وأسراب جوية للدرك الوطني موزعة على القيادات الجهوية الشمالية الثلاث. تنقسم إلى مستويين: مستوى مركزي يتمثل في وجود قسم التشكيلات الجوية بمقر قيادة الدرك الوطني مكلف بالمتابعة والتسيير. المستوى الجهوي يكلف بالاستخدام، يتمثل في القيادات الجهوية الثلاث: القيادة الأولى بالقيادة الجوية الأولى بالبوليدة، والثانية بوهران، والخامسة بقسنطينة. السرية الجوية رقم 11 للدرك الوطني، بحيث تتوصل إلى 3 أسراب جوية مقسمة على القيادات الجهوية الثلاث. يتمثل سير النشاطات الجوية العادية في برمجة حصة طيران التي تشتمل على كافة الطلعات الجوية التدريبية منها والعملياتية خلال اليوم، والمدونة بمخطط الطيران، دون ذكر للمهام الاستعجالية التي تأخذ طابعا خاصا. ضمن القواعد العامة الواجب اتخاذها في النشاطات الجوية الفحص الطبي للأفراد الملاحين قبل الطيران، وذلك للجاهزية الصحية للطيار. قبل القيام بطيران تدريبي أو عملياتي يقوم الطيار بقياس الضغط الدموي، وذلك لإتمام العملية على أكمل وجه. وبالموازاة مع ذلك يقوم فوج من المختصين بالتحضير التقني الأولي للطائرة أو الطائرات المخصصة للطيران، فحص هيكل ومحرك الطائرة وكذا الأجهزة والمعدات. أقوم بعملية تحضير أولي للطائرة من أجل القيام بمهمة المسندة إليها، وذلك في ظروف حسنة وجيدة. تحضير الأجهزة، مثلا لا ستاسيون VHF للاتصال ببرج المراقبة، ثم إذا جاء إلى جانب ذلك علي بمراقبة بعض الأجهزة لا ستاسيون VHF بلس لا ستاسيون HF للاتصال مع وحدات الدرك الوطني. بعد الفحص الطبي والتحضير التقني الأولي يجتمع أفراد الوحدة الجوية للدرك الوطني بقاعة العمليات قصد إجراء التجمع التحضيري للطيران تحت إشراف الطيار المعين لإدارة الطيران لذلك اليوم بحضور قائد الوحدة، حيث يتضمن هذا الاجتماع التعرف على التوقعات الجوية المنتظرة التي تقدم من طرف إطار مختص في الأحوال الجوية. بعدها يتقدم الطبيب للإعلام عن الجاهزية الصحية للطيارين المبرمجين للقيام بالمهمة، كما يقوم قائد المدرج بتقديم جاهزية الطائرات المبرمجة. وفي نهاية الاجتماع يقوم قائد الوحدة الجوية بتقديم التعليمات العامة والتي أساسها أمن وسلامة الطيران، وكذا التعليمات الخاصة لكل مهمة ولكل طاقم.
Ce qu'on fait هنايا c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Donc on doit le faire et tout ça dans le but d'améliorer les capacités des unités aériennes en collaboration avec les unités terrestres de la gendarmerie nationale pour réussir la mission de la gendarmerie nationale. فور انتهاء التجمع التحضيري للطيران يقوم كل طاقم بتفقد خارجي شامل للطائرة التي يستعملها للتأكد من سلامتها والتوقيع على وثيقة التحضير التقني الأولي. يقوم الطيار بكل مراحل الطيران منذ تشغيل المحرك إلى غاية العودة والهبوط بالمدرج وفقا للتعليمات التي تعطى له من أنظمة المراقبة الجوية بدءا من برج المراقبة مع الاحترام الصارم لقواعد أمن الطيران. من بين المهام التي تقحم فيها الطائرة المروحية نذكر منها المراقبة الجوية لشبكة الطرقات في المحاور التي تعرف كثافة في حركة المرور، للإعلام عن النقاط التي تعرف توقفات مطولة، حوادث مرور إن وجدت، وكذا حالة الطرقات. ويتم ذلك بالتنسيق مع وحدات أمن الطرقات الموزعة عبر المحاور مرورا بقاعات العمليات للمجموعات الولائية أو القيادة الجهوية المعينة. فيما يخص النشاطات الجوية نتلقى معلومات من طاقم الطائرة المروحية وبدورنا نقوم بإرساله إلى الفرق الإقليمية أو وحدات أمن طرقات. في إطار حماية البيئة تقوم الطائرة المروحية بمراقبة الغابات للإعلام عن الأماكن التي تتواجد فيها النفايات التي تتسبب في الحرائق، المسطحات المائية وكذا المياه الإقليمية، ناهيك عن ترصد عمليات نهب الرمال المتكررة ببعض المناطق الساحلية، إضافة إلى مشاركتها في السهر على أمن وسلامة المصطفين عبر الشواطئ في إطار مخطط دالفين، دون إهمال لدورها في مراقبة الشريط الحدودي الشرقي منه والغربي، إضافة إلى مراقبة الأماكن التي تعرف تجمهرا كبيرا وكذا المناطق المكتظة الأسواق الأسبوعية والتظاهرات الرياضية وغيرها. كما يهدف استخدام الطائرات المروحية للدرك الوطني في مجال الإغاثة والنجدة أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها إلى ضمان السرعة في التنفيذ وربح للوقت. في إطار عملية التحقيق التي تستدعي النقل السريع للمحققين وكذا الكلب البوليسي، تشارك الطائرات المروحية في نقلهم إلى أماكن الجريمة. في إطار عمليات التدخل السريع تكلف الطائرات المروحية بنقل أفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني لتأدية مهامهم من خلال عمليات النزول بالحبال. تعتبر التشكيلات الجوية للدرك الوطني قوة خاصة يتم اللجوء إليها كلما دعت الضرورة قصد تدعيم الوحدات الأخرى في تنفيذ مهامها، وذلك لما تمتاز به المروحية من توفير للوقت والجهد معا. فإذا كان باب الاحترافية يدق، فكان من الأجدر أن يدق من خلال هذا الباب الذي يتحكم في التقنية ويسير بنظام محكم ويقوم بمهام دقيقة ويجنبنا إهدارا للوقت والجهد.